يلا يا صباح الورد، لا يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. ما تنسوش اللايك وشير سبسكرايب عشان خاطر ملوكة بيحبكوا كتير. لهم بحبكوا قوي. يلا اديهم بوسة كبيرة. شاطر، قول شاطر. يا رب تكون مقدمة الفيديو عجبتكم. رايحة فين يا ماميلك النهاردة؟ رايحين فلوج جديد، يا رب يعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه ده، انتي روحتي مول صدناوي يا ماميلك؟ هتعملي ايه هناك؟ بصراحة انا مش هقول لكم هعمل ايه الفيديو ده، الفيديو جاي ان شاء الله هوريكم انا ايه جبت ايه من هناك. انا في مول صدناوي النهارده بصور لكم فلوج جميل جدا. شكل يعني المول جميل جدا. هاخدكم جولة من اول البوابة وتشوفوا المحلات بس، وبعدين هوريكم محل عبايات انا جبت منه عبايات حلوة جدا وكمان خامتها ممتازة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي ما يعرفش مول صدناوي يا بنات يركب المترو وينزل المعتبة، ومعروف قوي يسأل مول صدناوي فين، هو هيبقى في وش جراج العتبة. المول ده فيه حاجات كتيرة جدا وجميلة جدا بسعر الجملة، وديكوا شايفين العبايات هناك جنين تاخد العقل. وكمان في لبس خروج، وزي ما انتم شايفين طبعا عبايات الاستقبال تحفة، في لانجري وفي برفانات، في حاجات كتيرة جدا وكلها اسعارها تحفة، هيعجبوكي جدا ان شاء الله. الفلوج النهاردة يعجبكم. شايفين العبايات حلوة ازاي، والاسعار يعني من اول 110 او 80 لحد فيما فوق، بس الاسعار القليلة هتاخدي جودة اقل. انتي اول ما هتدخلي المول هتحسي بالفخامة اللي في المكان. شايفين المنظر جميل جدا من فوق ازاي، كفاية الاسانسير يعني بتعيشي الجو القديم جدا، اكنك بالظبط عايشة في فيلم عربي. دي الاماكن اللي احنا شايفينها. ده محل الجوكر الطيار، عنده خامات ممتازة جدا. الأسعار بتبتدي من 180 فيما فوق، حاجات جميلة جدا وكويسة. أنا شلت الصوت لأن في حقوق طبع ونشر، لأن كان شغال قرآن كريم. ده فستان بيتي شكله تحفة وجميل جدا، استقبال كمان ينفع تنزلي تشتري بيه حاجات. دي كانت تقريبا ب220، ما بين 200 ل220. طبعا انتي ما بتكون موجودة هناك بتفصلي، يعني اي بياع في الدنيا يقولك سعر انتي لازم تفصلي فيه. هناك في اماكن فيها للجملة، واماكن بتتباع زي كده اسعار عالية. طبعا كلنا عارفين ان العبايات دي في كرداسة اسعارها مش كده خالص، اقل من كده بكتير. فانتي حابة تروحي كرداسة، روحي كرداسة وهاتي منها وحاجات ارخص وهتبقى جميلة جدا. انا بوريكم الاماكن اللي انا اشتريت منها، لان كرداسة هتبقى بعيدة عليا مشوار كبير، فانا اشتريت من هناك برضو باسعار كويسة. عجبتني عباية عندهم، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. حاجة جميلة كده باذن الله هوريها لكم برضو فيديو مشتريات. هو بيوريني كل العبايات الموجودة عنده، بصراحة عجبتني كذا حاجة. انا هسيبكم بقى دلوقتي تشوفوا العبايات اللي موجودة. الاسعار بتبتدي من 200 ل220. في حاجات اقل من كده. هسيبكم بقى تستمتعوا بجمال العبايات اللي موجودة في الفيديو، وارجع لكم في اخر الفيديو.
في محل العبايات. بس تعالوا خدكوا جولة معايا وانا مروحة على فين يا ام مالك. ده تحت في المترو. بصوا المترو من تحت فيه ايه، فيه ملابس وحاجات جميلة جدا واسعارها تحفة. ده في محطة العتبة، في مول تحت فيه كل حاجة، في ملابس أطفال وعبايات وفساتين وفي ميك اب وفي مطاعم وكل حاجة. كام حاجة كده أنا شفتها تحت حبيت أوريها لكم. دي البنطلونات اللي احنا بنحتاجها في المصايف أو الكاجوال قوي، دي ب75 جنيه. غير عنده حاجات بناتي تحفة. بصوا الأكسسوارز حلوة جدا ازاي، الحاجات دي جميلة وفي منها الأطفال. وده البنطلون اللي هو نزل جيب بنطلون ده ب75. يعني حلوة البنطلونات دي مريحة، خامتها خامة القماشة دي فسكوز. شايفين الحاجات دي للأطفال ممتازة جدا وروعة. ده في المترو من تحت، شايفين المترو من تحت ما شاء الله. بصوا بقى المحل ده وانا ماشية في المترو لفت نظري الشنط دي، شكلها عجبتني جدا. فقلت ادخل المحل اوريهولكوا. شايفين شكل الشنط تحفة ازاي. دي بيبتدي سعرها من 175 فيما فوق. بس بصراحة اشكالها عجبتني، حاجات هاند ميد تحفة تحفة تحفة. في المترو برضه هوريكوا اسم المحل. ده في محطة العتبة. حاجات جميلة وممتازة. شايفين انا عجبتني الشنطة المستردة دي اللي عليها كف، جميلة جدا. في شوية حاجات هناك ممتازة. واتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم ونال اعجابكم، وياريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.